يا شباب حبابكم، ربنا يمسيكم بالخير إن شاء الله. وأسأل الله إنه الصوت يكون واضح. أعمل اختبار للصوت. يا شباب حبابكم، ربنا يمسيكم بالخير إن شاء الله. وأسأل الله إنه الصوت يكون واضح. الصوت واضح. ربنا يجزيكم ألف خير. إن شاء الله أنا هتكلم في اللايف ده في 3 حاجات داير أتكلم عنها سريعا. داير أتكلم عن التصريحات بتاعت ياسر العطا وربطها بالواقع بتاع الميدان والأرض تحت، وتصريحاته دي ذاتها الجديد فيها شنو، التناقض فيها شنو. وبعدين هتكلم عن الوضع العسكري بتاع الفاشر وكده. حاجة الأخيرة، في مؤتمر في أديس بتاع التقدم الليلة عمل الجلسة بتاعت النساء، وغدا قالوا جلسة الشباب، وبعد بكرة قالوا مؤتمر. وشايف المؤتمر ده واخد حجمي كده. أنا هتكلم في أهداف المؤتمر ذاته. 3 حاجات دي إن شاء الله هحاول أعقب عليهم بالمختصر المفيد. أولا يا أخوانا، ياسر كاسات الرجل المهزوم الهارب من ميدان المعركة، الرجل الذي قال قبل كده ادوني أسبوعين وهخش أم درمان، وعد الناس إنه بعد أسبوعين أنا هنظف لكم أم درمان، ثم فز من أم درمان خلاها، كان يختبئ في سلاح المهندسين، وبعد ما اشتد عليه الحصار خرج منها ومعه طارق كجاب الكذاب. وطارق ده قال كلام خطير جدا، الناس حقه يقفوا عنده. يعني خليك من كلامه بتاع البتيخ وانه زول يشيل معاه بتيخ ويشيل معاه بلح وكده، ده كلام خطير. لكن قال كلام في جزئية الجزيرة هتكلم عنها في سياق الحديث ده ان شاء الله. ياسر كاسات الرجل المهزوم، الرجل الذي قال سأصلي العيد أو سندخل في العشر الأواخر إلى ولاية الجزيرة ثم فشل في أنه يحقق أهدافه، طلع الليلة في حوار. وطبعا الحوار ده أصلا شوفوا، أي حوار زي ده حوار عنده أهداف سياسية. يعني ما لنا براء أو لينا بتاعت القناة العربية اللي هي أصلا داعمة للجيش، ما هم كده براونا عملوا اللقاء. لا، اللقاء ده فيه ترتيبات كثيرة جدا، وجزء منه القناة بتجي تمثل الدور، باعتبار انه اصلا القنوات دي ما محايدة، يعني او مش محايدة، او هي ما صادقة، او هي ما متخذة موقف متساوي من الكل. والتحية لكل المستشارين بتاع الدعم السريع، والتحية لإعلام الدعم السريع، الضرب القنوات دي في مقتل وشايفه قاطعه وبقى ما بيطلع فيها، ولا محتاجين لها ذاته، اصلا ما محتاجين لها. وده النهج انا شخصيا ده نهجي مع القنوات دي. يعني بتذكر اخر لقاء كنا نتكلم فيه بدري بتاع مع العربيه تاني، انا ما طلعت في قناه ولا هطلع في قناه، لانه انا قناعتي شخصيا انه القنوات دي اصلا بتصل نعتذر. انا شخصيا بعتذر، يعني ما قصه شو ولا انك تطلع في قناه ولا كده. القصه ان انت عندك رساله داير توديها، والقنوات دي الان هي كلها قنوات بتاعت فلول بيسيطروا عليها الفلول. وللاسف كل الاتيام اللي بتعمل في القنوات دي اللي هم سودانيين، اللي هم كلهم جايين من اتجاه واحد واقليم واحد ودائره واحده، وكلهم داعمين للحرب وداعمين لقضيه الجيش. ولذلك حتى في سياسه التحرير حقتهم ما محايدين، بيحددوا لك فلان ده يطلع وفلان ما يطلع. انت منو عشان تحدد فلان يطلع ولا ما يطلع؟ عشان كده الان هذه القنوات المقاطعه بتاعت الدعم السريع لا عملت لها ربكه، ويقاطعون ذات ولا محتاجين لهم. نحن عندنا مليون منصه،
وعندنا منصات نستطيع أن نقول فيها كلامنا أكثر من القنوات. ولذلك اللقاء ده بالترتيب ما بين الفلول والقناة ياسر العطا دار يمرر فيه رسائل. ويا اخواننا والله اللقاء ده الدار يعرف انه ياسر العطا ده مهزوم والجيش ده مهزوم. خليه يشوف اللقاء بتاع ياسر العطا. ياسر العطا طلع يعرض نفسه ان احنا ما عندنا مشكله مع الامريكان، نحن ما عندنا مشكله مع الروس، نحن سندي قاعده للروس. يعني شنو لو وديناهم قاعده بتاع التزود بالوقود؟ نحن علاقتنا بامريكا كويسه، مصر عندها قاعده، نحن مع ايران. الرجل في اطار الازمه والتخبط بتاعه هو دار يقول شنو؟ هو دار يقول والله نحن بنمشي روسيا وهنتعاون مع روسيا، لكن تعاون محدود، نديها محطة بتاع تزود وقود، وسنوقع اتفاقيات مع روسيا، وفي ذات الوقت ما عندنا مشكلة مع أمريكا. يعني شنو؟ اللي بيدعمنا في الحرب. نقطة صدرية دي زي ما بقول يعني. الرجل وهؤلاء أنا قاعد أقول لهم كالبغاء يعني. الآن بيمارسوا الجيش السوداني ده أصبح كالباغية يعني. يعني يرقد لمن يدفع أكثر يعني. الروس يدفعوا اكثر بيرقد لون، الامريكان يدفعوا اكثر بيرقد لون، الايرانيين يدفعوا اكثر بيرقد لون، قطر تدفع اكثر. هو لانه في النهايه فاقد البوصله، والان بيفتش عن، هو الكلام ده داير يقول شنو؟ هو الان بيفتش عن سلاح نوعي وعن دعم نوعي، لانه نحن عارفين الان نحن عارفين الموقف العسكري بتاع الجيش شنو. الان عارفين موقفه، عارفين موقفه بتاع الذخائر، موقفه العسكري، موقفه الامني، ما نتكلم فيه في الاعلام، لكن احنا عارفينه كله بالتفاصيل. اخر تقرير قدمته بتاع الجيش ده نحن عارفينه، لكن ما هنقوله في الاعلام، بس خليه كده، لانه الحرب دي ذاتها ما خدعه، والحرب دي ما فيها سياسات كثيره. لكن الرجل الان ما عنده امداد ولا عنده دعم، يبحث عن امداد ويبحث عن دعم. هم الان بيفتشوا اذا نحن هنمشي نوقع مع روسيا، ها يا الامريكان انتوا رايكم شنو؟ نحن عارضين نفسنا الان في السوق. اذا امريكا انتم ما دايرين قبلانين نحن هندي روسيا محطه وقود بتاع التزود، لكن انتم تعالونا كامريكان ادونا دعم وادونا سلاح، نحن ما هنديكم محطه وقود، هنعمل لكم قاعده عسكريه. دي طبعا هو دار يلعب على كل الحبال، بيعرض نفسه وهو الان يتحدث عن تدخل خارجي وحرب خارجيه. انت الان ماشي راقد للامريكان، راقد للروس، لده كله. لكن انا داير ابشرك، شوفوا مسألة الحرب الدارة في السودان دي ما بيغيرها لقاء تلفزيوني. لو كان في زول حقيقة ممكن يدعمك كان دعموك الأتراك. الأتراك ديل دعموا مرسي لآخر لحظة، ودعموا الأخوان بتاع مصر لآخر لحظة، لأنه هناك نظام تقدر تقول عليه ديمقراطي، جاب انتخابات، اختلفت اتفقت معه وكانت في ثورة شعبية، جو بتفويض، لكن ما زي تفويض القحاطة ده. لذلك تركيا دعمت مرسي لاخر لحظه، وقفت مع مرسي لاخر نفس. ليه وقفت؟ لانه كان في مسوق شرعي بيخلي تركيا تقيف، ولا الامريكان ما بيقدروا يقولوا. حتى اوباما ذاته كان واقف مع مرسي، لانه بيقول لهم والله ده التحول الديمقراطي، لكن كانوا من تحت الترابيزه شغالين يحفروا لمرسي لحد ما ودوا التوج. انت لو كان في نظام بيدعمك كان دعمتك تركيا. انت قلت تركيا ادتنا بالاقدار، ليه؟ وين بالاقدار التركيا؟ ما ادوك بالاقدار ولا ادوك سلاح، ونحن نعرف انت لما مشيت الاتراك ردهم كان شنو، لكن ما قلنا لك في الاعلام ولا هنقول لك في الاعلام. روسيا اللي انت هسه قاعد تتكلم عنها دي، روسيا نحن عارفين رد الروس لك شنو. والروس ما بالغباء حقك ده، مش عشان تيجي تقول لي انا بديك محطه وقود ولا محطه تزود هنا ولا كده. الحاجه الثانيه هو الخطير جدا، انك انت بتقول انه الدعم السريع ده حليف للروس وحليف لفاغنر، وانه فاغنر تعمل في السودان، وانه روسيا، وانه الدعم السريع الان عنده علاقات في وسط، واقصد افريقيا ديك سنترال افريكا، ريبوبليك سنترال افريكا، وما بعرف الدعم السريع عنده علاقات ما بعرف النيجر، وانه فاغنر تشتغل في السودان، وتجي في ذات الوقت تقول ماشي روسيا ترقد يا كلب، ماشي ترقد للروس، تعالوا ادونا دعم، انا بديكم الدارينه، ما بيجوك. لانه الروس ولا الصينيين ما بيجوك، لانك انت ذاتك هسه مشيت خلقت ازمه لنفسك مع الصين لما دمرت المصه بتاعت الجيلي، لانها هي شراكه بينك وبين الصين.
والصينيين ذاته عارفين مناطق سيطرة البترول، ما في الشمال مناطق سيطرة البترول دي عندنا هناك، نحن نكفل منهم البلف بس زي المصريين دول، والله نكفل منهم البلف يموتوا بالمجاعة. انت بتلعب ولا شنو؟ نحن ما دارين نستفيد زول ولا دارين نستفيد شعب، لكن نحن نتكلم عن امكانياتنا ومواردنا. نحن نكفل البلف حقنا ده، امريكا ذاتها تجود بهناك. ما تقول لي شركات الكوكاكولا، ما تقول لي شركات الادويه، ما تقول لي شركات المصانع، شركات السلاح اللي بتعتمد على السمو، ده حقنا نحن. نحن نمتلك كروت الضغط دي. لكن انت الان بتناور فيها في اخر المعادله انك تجد لك زول عشان يديك سلاح. وعارفين الامريكان عارفينك والروس عارفينك، ونحن سمعنا منهم كلام كثير جدا ما للنشر، لكن هم عارفين انك انت قاعد تقول شنو. مهما انبطحت ومهما رقدت للروس ولا رقدت للامريكان، شوف الروس والامريكان ممكن يختلفوا، لكن في نقطه ممكن يتفقوا فيها، لانه العالم ده قايم على لعبه المصالح، والعالم ده قايم على الزول القوي الموجود في الميدان منه. العالم ده بيحترمك كم بقيت قوي، لا تقول لي حماس، لا تقول لي زفت الطين، لا تقول لي نصر الله، لا تقول لي افغانستان، لا تقول لي زفت الطين. بقيت قوي، مالك يمينك، مالي يمينك صح، عندك قوه صح، عندك سلاح صح، وحياة دين وايمان الكونغرس يحترمك، العالم يحترمك، كل زول يجيك يجي يرجع عليك في رجلك تحت، تطبق شريعه، تطبق دين، تقتل الناس، ما عندهم بيك شغله، ما عندهم بيك شغله. العالم ده قايم على المصالح، والعالم ده بيحترم الزول القوي. عشان كده انت ما تمشي تلف وتدور، تجي تترقد للامريكان مره، مره تترقد للبريطان، ومره تترقد للمصريين انه مصر عندها قاعده في السودان. مصر ذاتها عندها قاعده في السودان لانه هي مصر تمتلك كل السودان يا اخي، انت لو ما عارف. مصر تمتلك الري وتمتلك المشاريع وتمتلك هسه الري المصري اللي قاعد هنا بين التصنيع الحربي ومصنع الذخيره ده ما كله مصريين. ما هي حكمتنا بشنو؟ ما حكمتنا مصر ما تمتلك السودان كله. هي مصر بقت على قاعده عسكريه؟ هي احزابنا السياسيه ذاتها مملوكه لمصر، مفكريننا واعلامنا وثقافينا كله مملوكين لمصر. نحن 200 كنا لكن لانك انت زور رخيص جاري ماشي ترقد للامريكان وتتودد وتقول سووا انا دار الدنيا. ده الكلام العام يفهم في السياق ده، انه الرجل الان بيعرض نفسه. ليه بيعرض نفسه؟ لانه اتهزم. قال نحن والله انسحبنا من الجزيره، لكن والله لانه الجيش عنده مشاكل ونحن نعتذر للشعب. تعتذر للشعب في شنو؟ سؤال، انت دار تعتذر للشعبي؟ انت تعتذر على الشعبي انك انت اوقدت الحرب في 15 ابريل وكنت مفتكر انه المعركه دي ستتحسم في 6 5 ساعات؟ ستعتذر للشعب انك كنت مفتكر الدعم السريع ده ناس متخلفين كده وناس بدويين وناس ما بيعرفوا الخرطوم وشوارع الخرطوم ونحن سندق وندمرهم؟ تعتذر لشنو؟ انت ما انسحبت من الجزيره، انت ابقى راجل صادق يقول انا بلوني في الجزيره، انت ما انسحبت من الجزيره، وكان انسحبت تعال راجع هسه. انت ما انسحبت من نيالا، انت قاتلت في نيالا دي نشهد لك، قاتلت 7 شهور ولا 9 شهور، قاتلت في نيالا 7 شهور. جودات ده قاتل بس ذات الشهرين الاخير قاتلت، ونيالا تم تحريرها. الجنينه قاتلت، جبت المساليت المساكين اديتهم سلاح لحد ما شردتهم. تجي تقول لي نحن انسحبنا؟ انت ما انسحبت، انت اتهزمت. تعرف شنو معنى اتهزمت؟ وانت يا ياسر العطل هسه جاي تطلع. انا داير اسالك سؤال، قال شنو؟ قال والله نحن الدعم السريع ده اذا قبل باتفاقيه جده سنمشي نفاوضه. تفاوضوا لهنو؟ قال الدعم السريع يتخلى عن سلاحه الثقيل، نحن سنمشي نفاوضه. الدعم السريع يتخلى عن سلاحه الثقيل، تفاوضوا ليه؟ انت ما قلت نحن ما دارين مفاوضات؟ انت مش طلعت قلت الدعم السريع ده احنا بنسكه ونبدا من الجزيره ونجي خاشين ببحري ومدرمان وهنسككم في دارفور وهنسككم في كردفان لحد ما نوصلكم الحدود؟ يا ابن الكلب تجي تقول الليله والله نحن الدعم السريع كان خدت سلاحه، والله الدعم السريع كان ما بعرف عمل شنو، نحن سنذهب الى طاوله الحوار وسنذهب الى المفاوضات. تفاوض الدعم السريع على شنو؟ سؤال، تفاوض على شنو؟ تفاوض لك تشاديين؟ تفاوض لك نيجيريين؟ تفاوض لك اجانب جايين من غرب السودان، من غرب افريقيا؟ الليله اتكسرت بعد قلت دار تصلي العيد في مدني غلبتك، جيت قلت دار مفاوضات. الدعم السريع اذا التزم باتفاق جده انسحبت من جده لشنو؟ والله اسمع مني، والله الذي رفع السماء بلا عمد،
الدعم السريع يفاوضك تاني يمشي يقعد معاك في مفاوضات، نحن ذاتنا بكون عندنا كلام في الدعم السريع. نخلي شوف الدعم السريع يمشي يفاوضك في جده ولا يقعد معاك، نحن نخلي الدعم، نخليك انت ونبيل الدعم السريع. اسمع كلامي ده كويس. الدعم السريع ده يمشي يفاوضك انت يا ياسر كاسات، نحن نخليك انت ذاتك ونرجع نبيل الدعم السريع ده. انت بتلعب ولا شنو؟ انت قايل لعب نصها شنو؟ نحن دارين نجي بكيفك انت مشيت اتهزمت وجريت خيبة الهزيمة، لا قدرت تخش مدني ولا تخش بإذن الله، ولن تخش الجيلي بإذن الله. فشلت. الآن بترسل أعيان بتاع عين شندي، قال أعيان شندي جايين يفاوضوا. جايين تفاوضوا على شنو؟ إنه الدعم السريع ما يخش شندي؟ ليه ما يخش شندي؟ سؤال يجيبوني له، ليه الدعم السريع ما يخش شندي؟ كنتوا وين انتوا يا عيان شندي وناس شندي لما فلول كنت كان بيهددوا ان احنا جايين الجيلي؟ كنتوا وين؟ بعد ما درشوكم في الجيلي وقتلوا لكم محمد صديق وانتهت متحركاتكم كلها، جايين نحن دارين نفاوض، ما في زول بيفاوضكم. اسمع كلامي ده، ما في زول بيفاوضكم، لانه ده استهبال ساكت. امشوا طلعوا الفلول القاعدين، وطلعوا الفرقه القاعدين، وطلعوا المعسكرات القاعده. جايين تستهبلوا. نحن والله ما بعرف، نحن الان بنفتش لمفاوضات، الان هم بيفتشوا لهدنه. انتوا الان اخر اجتماع لكم قاعدين تفتشوا في هدنه، ودايرين هدنه طويله الاجل. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتان. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتان. كفايه الهدنه اللي اداه كلها الدعم السريع. في النهايه نحن نتائجها كانت شنو؟ مسيرات. التقدم اللي عملتوه في ام درمان نتيجه للمسيرات. انسحاب الدعم السريع من ام درمان من الاذاعه ذاته نتيجه للكلام ده. مشيتوا جبتوا مسيرات، كانت في تقديرات بتاعت قياده، نحن قلنا اوكي ما في اي مشكله. والله الدعم السريع ده شوف، نحن كان سقط السودان كله واقفين معه، مش كان سقط الاذاعه ولا سقط ام درمان، والله كان سقط السودان كله نقيف معه. لكن الغلط ما بنقول له غلط، ما بنقيف معه. الدعم السريع ارتكب خطا كبير جدا حينما اداكم مهله، ومشيتوا بناء على المهله جيتوا في رمضان قال نحن مشينا، الامريكان قالوا لنا وقف اطلاق نار، وما بعرف الناس ديل غدروا بينا والناس ديل هجموا بينا. الفات ده كله خلينا ما دايرين نتكلم عنه. الاذاعه اللي حصل في ام درمان ده كله ما دايرين نتكلم عنه، لانه دي حرب، والحرب دي مرات انت بتعمل اخطاء، هنا نحن بشر. لكن شوفوا هوي تاني هدنه ما في، والله هدنه ما في. نديك هدنه عشان تمشي تاخذ لك 3 شهور، تمشي ترتب حالك، تجيب لك سلاح، تجيب لك ذخيره. قال هدنه انسانيه. الان فكوا لنا البلابس حقينهم، فكوا لنا. ما هم الفلول لما ينزنقوا بيفكوا لك شنو؟ ما عندهم كارتيل، لاعبين بكارتين، كارتيل فلول، وعندهم التانيين ديلك المتقحقتين ديلك اللي بيجوك. والله لا الحرب ليه وقفه. نحن والله صحفيين، قال قبل انا شايف ليه قالوا عاملين ندوه في تويتر هنا في اكس دي ذاتها، قال صحفيين السودان. انتوا صحفيين الشمال ما صحفيين السودان للامانه. ده الوصف الحقيقي حقكم. رؤساء ما في رئيس تحرير صحيفه الا وجدته من شمال السودان، نقطه، خلاص موضوع انتهى. لما لي ما بعرف عثمان مرغني ذاك العجوز الخرف الهرم اللي يقول لك والله الدعم السريع ده ما بينتصر. الدعم السريع ده والله نحن ما بعرف. الدعم السريع مره يقول لك حميتمات، مره يقول لك حميتحي، مره يطلع كده العجوز الخربان المخرف ده. لما لي نحن والله قال دايرين ممرات انسانيه، ما في ممرات انسانيه. ممرات انسانيه حق شنو؟ وين كانت الممرات الانسانيه لما الناس كانوا قاعدين في دارفور بيطلبوا الدعم والسند؟ وين كانت الممرات الانسانيه؟ وين لما جات الاغاثه بتاعت الامارات والسعوديه اللي قيمتها قرابه $4 مليار؟ 4 مليار قدمتها السعودية، وشكرا للسعودية حكومة وشعبا وملكا وأميرا، وشكرا لحكومة الإمارات حكومة وشعبا وأميرا. $4 مليار قدموها مساعدات للشعب السوداني. أين ذهبت $4 مليار المساعدات التي قدمتها الدولتين الشقيقتين؟ أديتونا منها؟ أنا والله أتمنى إنه أهلنا في الشمال يبسط لهم الخير ويبسط لهم كل شيء، ده حقهم. واهلنا في شرق السودان ده حقهم. شلتوا المساعدات وديتوها شندي،
وديتوها الشمال، بالذات الادويه وديتوها عشان تشغلوا بها مستشفياتكم، وديتوا الحاجات المهمه كلها خدتوها في الشمال. اهلنا قاعدين معاكم في شرق السودان ما اديتون. الباقي بتاع التمور وشنو البتاع بيعتوا في السوق عشان تشيلوا قروش وتحولوها لوقود وذخيره. هل اديتوا من الاغاثه دي ناس الشرق؟ ليه وديتوا الاغاثه الشمال بس؟ زي ما عندنا اهل في الشمال دارين ياكلوا دارين يشربوا، عندنا اهل في شرق السودان، عندنا اهل في وسط السودان، عندنا اهل في الخرطوم. نحن قاعدين تحسبونا نيجيريين وتشادين ديل ما دارين نازاتهم، خلينا عفينا لكم. جايين الليله يقول لك والله نحن دارين هدنه انسانيه. ما في حاجه اسمها هدنه انسانيه. هدنه انسانيه عشان شنو؟ وفي شنو؟ الليله البلابسه كلهم قلبوا لا للحرب لانه الحرب جات شندي، عشان الحرب خلاص قربت شندي وجاي الشمال لا للحرب. لا لا لا, لا نحن ما دارين نحارب. قال لك الجيش سيقاتل الفاشل كان سقطت ولا ما سقطت. ده كلام ياسر العطا قبيلي قال سنقاتل كان الفاشل سقطت ولا ما سقطت. انا اقول لك الفاشل اتحررت تماما. انا في حساباتي الفاشل انتهت خلاص. عرفتوا الفاشل خلاص اتحررت وعرفتوا البل جايكم جايين والله نحن دايرين نوقف الحرب. لا والله ممرات انسانيه، والله نحن يا اخي دايرين عمل انساني. يا اخي والله الحرب دي وقفوها. حرب تقيف عشان تمشي تاخذ لك 3 شهور وتصلح حالك وتعمل هدنه كده وتجينا راجع وتمشي تلتف لنا بهناك. ما بعرف تجيب اولادك تاخذوا لنا في اديس ابابا، تجيب لنا ناس امجد فريد وناس خالد السلك وياسر حد ما عندنا ما اولادك. تجيبوا تاخذوا لنا تقول لنا والله دي القوى السياسيه والقوى المدنيه ونحن لابد ان نذهب الى المفاوضات وطرفي الحرب. ما في حاجه اسمها طرفي الحرب. ما في حاجه اسمها طرفي ما بعرف الدعم السريع والثنائيه بتاعت الجيش. في حاجه واحده بس، في حاجه اسمها الدعم السريع، وفي حاجه واحده بس، في قائد واحد اسمه الفريق محمد حمدان دقلو حفظه الله في حله وترحاله. ما بنعرف حاجه ثانيه هنا. دار تمشي معانا مفاوضات، تمشي معانا مفاوضات بالاساس ده انه في حاجه واحده اسمها الدعم السريع، وفي حاجه واحده اسمها السيد القائد المؤسس الامير حفظه الله في حله وترحاله. ما تفتح بلعتك دي تاني تقول لي طرفي الصراع. ما في حاجه اسمها دوله. شنو جايين؟ اعاده بناء الدوله واعاده ما بعرف اصلاح الدوله. ما في دوله. نحن الان ما معترفين في دوله. نحن دايرين نمشي لبناء دوله جديده، لين جيش جديد، امن جديد، شرطه جديد، اي حاجه جديد. وبالنسب، بالنسب ولايتك فيها 1,500,000 تاخذ نسبتك بحسب ولايتك 1,500,000 ما تاكلنا. ولايتك فيها 10 مليون تاخذ نسبك في الكليه، نسبك في اي حاجه. دي النسب العادله لبناء الدوله. هاي النسب بتجب الكفاءات. لكن لما نتكلم عن نسب، اي ولايه اي اقليم عنده نسبه. دارفور عندها 30% لانه ده السكان وتستحق. كردفان عندها 20% تستحق. خرطوم عندها كده تستحق. انتوا في الشماليه تعداد سكانكم 2 حقكم 5% 4% 2% حسب تعداد سكانكم. بعد ذاك تجيبوا لنا كفاءات. نقطه سطر جديد. نحن في كردفان دارفور ما لقينا كفاءات، خانتنا تكون فاضيه ما حقنا. ما دايرينه نخليه فاضي كده بس مالك. ان شاء الله نجيب صينيين، ان شاء الله نجيب هنود. ما دي الموازين العادله بتاعت الدوله. تجي الليله تستهبل علي تقول لي والله طرفي الصراع وطرفي الدوله واتفاق. ما في حاجه، ما في ده استهبال سياسي سنتصدى له بكل الاليات. انتوا مستهبلين ولا شنو؟ انتوا استهبالكم ده قاعد. انتوا مفتكرين ان احنا لا بنعرف سياسه ولا نحن اغبياء ولا نحن شنو وما بعرف اللف والدوران ده وتعالوا اقعدوا معانا والله نحن دارين نمشي. نحن دارين نكتب لنا ياسر العطا. نحن ما ماشيين جدا ولد. نحن مش اهلنا ديل خليه يموت يا زول. نحن في سبيل حريتنا وفي سبيل بناء السودان الجديد احتسبنا اهلنا في دارفور وكردفان الى الله كلهم خليهم يمشوا ما في اي مشكله. ما خليهم يمشوا كله الله. مشكله هنا في سبيل هذه الامه عشان تتحرر، في سبيل التحرر يمشي كله الله. لكن والله ما نفاوضك وانت تاني ما نقعد معاك في طرف وما نتفق معاك. انت نبيل لك بس
تجي الليله داير تعمل لي فيها ما بعرف المخارج، انه والله يا اخواننا الدعم السريع قبل باتفاق. شنو هو اتفاق جده؟ يا اخي انت زول قديم كده مالك؟ انت هسه قاعد تتكلم عن اتفاق جده، ده ما ضل عليه سنه وشويه ذاته. نحن نحن متجددين يعني، نحن اولاد الليله. نحن عندنا قاعده اسمها قاعده التجديد. قاعده التجديد انه نحن كل يوم بنصبح ذاته فكرنا متطور، رؤيتنا متطوره، في الميدان عسكريا متطورين، في الارض نحن كل يوم نصبح كده ناس تجي تقول لي يا اخي اتفاق جده وما بعرف خلوا ده كلام قديم ساكت. اتفاق جده ده بله يشرب ميته، والداير معاك سلام يبله يشرب ميته. يا اخوي تهزمنا في الميدان مبروك عليك، نحن قلنا لك داير تحكم البلد دي، تعالوا هزمونا في الميدان، جيبوا فلاجنتكم ديل وجيبوا اولادكم ديل، تعالوا كان هزمتونا مبروك عليكم، نسلم لكم عديل كده نقول لكم والله انتم هزمتونا، بعد ده الفضل فينا ذاته اركبوا، ما عندنا اي مشكله. بعد ما تهزمونا كده في الميدان ده كان انتم رجال، تعالوا قابلونا راجل لراجل. لكن انت ما راجل بتكاتل، انت لو راجل بتكاتل ما فزيت، وجاي كمان بلا بجاحة تتكلم انه والله الخرطوم سقطت ونيالا طيب انت حاكم شنو؟ سؤالي انت حاكم شنو؟ الخرطوم دي تمثل كم من مساحة السودان؟ دارفور تمثل كم من مساحة؟ قاعد تسوي شنو يا بعشم لبن؟ انت قاعد تسوي شنو؟ انت الكذاب الاشر اللي قلت دار تصلي في مدني، اللي قلت سنحرر الجيلي ومن جيلي، قال سنبدا من الجيلي وبحري وسنصل لحد دارفور وكردفان. انت قلت قولك وانا بقول لك قولي. نحن سنحرر الفاشر وسنحرر الشندي وسنحرر مروي وسنحرر كريمة وسنحرر الشرق، وعندها سنقرر وقتها مع من نتفاوض. اسمع كلامي ده كويس. الدرس ده سمعته ولا ما سمعته؟ اعيد لك الدرس ثاني. سنحرر باذن الله الفاشر وسنحرر شندي وسنحرر مروي وسنحرر كريمة وسنحرر شرق السودان، عندئذ سنقرر مع من نجلس ومع من نتفاوض. بس ان شاء الله نقلبها ملكيه، انت زعلك شنو؟ يا زول ده ان شاء الله نقلبها نظام ملكي، انت تدخلك شنو؟ نحن الشعب ونحن الاغلبيه. الاغلبيه دي جات قالت دايره نظام ملكي، انت زعلان مالك؟ قالت دايره نظام فيدرالي مالك؟ هسه انتوا زعلانين ما دايرين نظام فيدرالي لشنو؟ هسه اولادكم اللي جبتوهم بتاع التقدم ديل مالكم ضد النظام الفيدرالي. كانوا 60 سنه قاعدين تقتلوا في الشعب لانكم ما دايرين نظام فيدرالي، لان انتوا عارفين الفيدراليه دي نحن لما نعمل فيدراليه ثاني خرطوم دي ذاتهم سيبها شنو؟ انا لما نعمل نظام فيدرالي خرطوم داير بها شنو؟ هسه انا لندن بمشي؟ هسه ما الناس كلهم هي زول بيجي يقول لك انا ماشي لندن. هسه هي زول قاعد في افريقيا يقول لك يا سلام والله نحن دايرين نمشي نشوف عاصمه الضباب لندن وبتاع. لندن دي انا كان ادوني قروش ما بسكن فيها، واغلب الشعب ده هسه في ناس انجليز قاعدين في بريطانيا دي مين الله خلقهم ما مشوا لندن ولا شافوها. هل تصدق الكلام ده؟ بيمشي لندن عشان شنو؟ شارع الزلط متوفر، التعليم متوفر، الصحه متوفره، الخدمات بالعكس الخدمات هنا في الريف وفي القرى البعيده اسهل، لكن في لندن عشان تخش الدكتور تقعد في الكيو مرات 3 4 شهور. ممكن يكون عندك كانسر يعني، دار تلاقي الدكتور ايرجنت يقول لك والله ما عندنا لك مواعيد. دار تلاقي الدكتور اقعد 3 شهور عشان تلاقي الدكتور. تجي تطلع قريه برا دار تلاقي الدكتور وزين 24 hours ممكن تلاقي الدكتور. خدماته كلها متوفره، لانه ده النظام الحقيقي، ده النظام اللي بيتمكن فيه الشعب انه يحكم ويستغل موارده، وكل ولايه كل مقاطعه كل اقليم يحكم نفسه، يسوي الدار يسوي. ان شاء الله نمشي عريانين في الشارع انت مالك ومالنا. وقفتوا ضد النظام الفيدرالي لانه عارفين انتوا بتطلعوا ميتي من النظام الفيدرالي ده. عشان كده انا الدار اقوله انك يا سر العطا وجيشك المريض وفلولكم المريضين ما تقعد تبكوا لنا، رجاء ما تبكوا لنا. الملف ده اقفله
ملف المفاوضات ده اقفلوا، ملف البلبس انتوا تعالوا قولوا نحن ناس بلبس، مالكم انتوا الليله هسه جايين كده كنتوا تعالوا قولوا نحن ناس بلبس. لكن لما تقولوا بل ما تمشي تدقوا ناس المواطنين المساكين. هسه الليله الطياره دي مشت دقت في قندهار، دقت لها ورشه بتاع السيارات. عشان كده شايفين العربات الكثيره دي، هم الدعامه ديل كان بيخطوا عرباتهم زي ده وبيجي بدق على الطيران، كان حاربوك سنه كامله. هسه الدعم السريع ده كان مشيت الخرطوم ذاته عربيه ما بتشوفها، انت ذاتك تحتار تقول والله الدعم السريع ده ما عنده عربات. بالمناسبه لما كانوا الاعلام بتاع الفلول، لما كان بيقول الدعم السريع عنده 5 تاتشيرات، هم ما شايفين العربات حق الدعم السريع. هم كالعاده متعودين انه عربات الدعم السريع تكون قاعده في الطرقات وفي الشوارع. لا 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 لا، ده تكتيك جديد. الدعم السريع ده بتجي فجاه كده عرباته بتختفي برا، بتختفي. عندنا فكي من نيجيريا كارب، فكي كارب كتموتو. عندنا فكي من غرب افريقيا كارب، ده بيعمل كده بس ما بتشوف ذاته. انت كان جيت الشارع ده الدعامي ذاته ما بتشوفه، عربيته ذاته ما بتشوفها. عشان كده يخيل اليهم انه الدعم السريع ده والله لا عنده عربات، لا عنده شنو، لا عنده شنو. والغريبه سمعته كلام طارق الكذاب. اخوانا ما ننزل نحن نحاكمهم بكلامهم بس. قال لك من امسك له من دقنه افتله. طارق الكذاب اولا طلع قال يا اخوانا هوي الجزيره دي نحن ما نقدر نحررها. ليه ما تقدر تحررها؟ قال والله الجزيره دي دار لها 1,000,000 جندي. ده ما كلامي انا، ده كلامه هو، انتوا كلكم سمعتوه. قال والله قرية كده والألف قرية والألف قرية أنت داير لك درب لك كم كتيبة والكتيبة كم سرية وكم سرية. نحن داير لنا 1,000,000 عسكري وداير لنا 30,000 عربية عشان نحرر الجزيرة. أنا صدقتك تماما، صدقتك. الجزيرة داير عشان تحررها داير لك 1,000,000 عسكري ودايرة 30,000 عربية. لكن أنت يا بليد يا غبي، لأنك ما بتفهم ولأنك أنت زول زي ما أقول لك شنو ذاتك إيديت ذاته عليك كثيرة. أنت زول الليلة تجي تقول الدعم السريع عنده 1,000,000 جندي في الجزيرة. الدعم السريع عنده 1,000,000 جندي في الجزيرة وعنده 30,000 تاتشر في الجزيرة. ما طيب إذا الدعم السريع ما عنده 1,000,000 جندي في الجزيرة وما عنده 30,000 تاتشر في الجزيرة، ما تجي تحرر الجزيرة مالك ما حررتها. سؤال وانا افهم من كلامه هنا يعني. زول لما يجي يقول لك انا ما قادر احرر الجزيره، عشان نحرر الجزيره تفلسف كده داير لنا 1,000,000 عسكري وداير لنا 30,000 تاتشر. طيب نحن في الجزيرة بس عندنا 30,000 تاجر وعندنا 1,000,000 جندي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب يا رب يا رب. اللهم زد وبارك، ولئن شكرتم لازيدنكم. اللهم زد وبارك. اللهم احفظ جنودنا في الجزيرة واحفظ تاتشراتنا في الجزيرة واحفظ تسابيح إن كانت في الجزيرة ولا إن كانت في سودانيس 24. هوانت جايين الليله تقول لي والله نحن ما قادرين نخش. طيب اهل خرطوم دي عشان تخش داير لك كم؟ عشان تخش نيالا داير لك كم؟ عشان تخش الضعين داير لك كم؟ عشان تخش الجنينه داير لك كم؟ عشان تخش كردفان داير لك كم؟ ويجيك واحد غبي يقول لك والله الدعم السريع ده عنده 10 تاجرات و5 تاجرات. ما عليكم الحق تبكوا. اقتلوا لنا سفيان يا اخي، عليك الله اقتلوا لنا الربيع، اقتلوا لنا. انت ما راجل ما تجي تقتل مالك؟ انت ما تخليناك تعبيكم زلط، والله دارك تعبيكم زلط وحياة الله دارك تعبيكم زلط، لكن ما قادر. مالك صغير انت؟ اقتلوا لي سفيان، فشوا لي قلبي بقى زي عشان الماجدي. يا راجل ما ترجل انت هسه زول راجل.
فشوا لي قلبي، اقتلوا لي عشاء، اقتلوا لي ما بعرف اقتلوا لي ما بعرف منو بغال، اقتلوا لي منو يا اخي يا اخي فشوا لي قلبي. انت هسه راجل عليك الله؟ انت راجل ما تجي تقتل زوجان مرات؟ ما تجي راجل ما تجي تلبس كاكي قاعد زي اختك هناك؟ عليك الله، عليك الله اقتلوا لي، عليك الله اعملوا لي، عليك الله. انت صغير؟ قلت لك تعبك زلط لكن ما قادر، بس اللهم اني صايم. هوانات الحرب دي ما جنترت بيكم كلكم، انتوا ما كلكم بقيتوا مجندرين. هي دي حالتها سنه واحده، شوف نحن متحملين الحرب دي كم. ما هي الحرب دي ما بيتحملها الا الرجال. شوف نحن اهلنا ديل يعني من 2002 لا خليته برميل متفجر، لا خليته طياره، لا خليته انتينوف، لا خليته ميج، لا خليته ده. كم و20 سنة قام جيل، الآن هو جيل أنت ممكن تسميه ذاته جيل الحروب، ولا ممكن تسميه جيل الأنتينوف، ولا ممكن تسميه جيل المتفجرات. يوم واحد ما جينا اشتكينا، يوم واحد ما جينا قلنا والله يا أخي الحرب سنة واحدة تتكلموا عن مسارات آمنة ولا ده الكلب. جارين الحقوا والله ما دارين تخشوا شندي، وقف الدعم السريع ما يخش شندي. لا نجوت إن نجت شندي، لا نجوت. هذه مقولة مشهورة قالها بلال، لا نجوت إن نجا أمية. أنا أقولها هنا، لا نجوت إن نجت شندي. رأس الحية ورأس الفتن ورأس البلاء ورأس البتاع، مع احترامنا لأهل شندي وسكان شندي، لكن الساكت عن الحق شيطان أخرس. البسكوت بيخلي الفلول يستخدموا أرضه ومطاراته ومعسكراته مقر ما يلومنا. عشان كده ربنا كان لما يجي يعذب الأقوام، جبريل ده مشى يعذب له قرية أهلها كانوا ظالمين، فلما مشى لقى له زول عابد قاعد يتعبد، رجل عبادة وقته كله ليل، فجاء راجع يسأل الله سبحانه وتعالى، يقول له ربنا أنا مشيت لكن دار ادق القريه دي اهلها فاسدين ده، لكن لقيت فيها زول فلان ابن فلان ده زول عابد وكده وبتاع. ربنا قال لهم شاب به ذاته، ربنا قال لهم شاب بس زول العابد ده ذاته. ليه؟ لانه العابد ده لو كان فيه خير وكان فيه صلاح كان اشتغل لصلاح امته وخيرها، لكن قفل نفسه على نفسه. عشان كده ربنا قال في القران واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. الله قال الفتنه لما تجي واتقوها لانها بتكون فتنه شديده. قال شنو؟ قال ولا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني ما بتصيب، لا بيصيبهم كلهم، كلهم ربنا بشيلكم كلكم، لأنه الساكت عن الحق شيطان أخرس. أنت يا عمدة شندي ولا يا عمدة البسابير بدأت تشيل عمتك وتمشي تقول للدعم السريع أولادكم ما يخشوا شندي، أمشي اتكلم مع البرهان، وكان تتكلموا مع أولادكم الفتحوا معسكرات الساقوا محمد صديق لحد فوق. نحن قاتلنا أهلنا في الضعين، وقاتلنا أهلنا في نيالا، وقاتلنا أهلنا في الجنينة، وقاتلنا أهلنا في بابا نوسة أشد القتال. وما شندي بأعز من نيالا، ولا أعز من الضعين، ولا أعز من بابا نوسة، عشان ما تقعدوا تجوا تسووا لي حركاتكم دي. انتوا بالذات شلتوا عربات، انتوا كلكم هسه يجيبوكم عمد ومشايخ، جيتوا اكلتوا قروش الدعم السريع، مثلكم كمثل المشايخ والعمد بتاع دارفور وكردفان. غفر الله للامير اللي كان قايل لكم بشر جابكم ركبكم عربات، كلكم راكبين عربات الدعم السريع، بطونكم دي كلها منتفخه من مال الدعم السريع. لكن هو الدعم السريع ذاته كان بدل القروش اللي كان يدي كلها عربات وياكل كلها فطور، كان يبني بها مدارس للناس كان يستفادوا منها. لكن دي الاستشارات الخطأ. غفر الله للسيد الامير. بدل كان تردوا اولادكم الى الحق وجاده الحق والصواب، جايين الليله ما دارين حرب، ليه ما جيتوا قلتوا توسطوا الحرب تجي في الجنينه؟ الجنينه ده ما اهلكم؟ ليه ما جيتوا قلتوا الحرب دي تجي في نيالا؟ ما توسطوا في حرب نيالا ليه؟ ما اهلكم؟ الليله جايين والله الحرب ما تجي.
حاربنا نحن ما بدأ الذات عشان نمشي مفاوضات. اسمع المقولة دي مني، هذه مقولة أقولها لكم للتاريخ. حرب ما بدأ، نحن حربنا لم تبدأ بعد حتى نذهب إلى طاولة المفاوضات. حرب ما بدأت. البرهان وقف في شندي بعد مقتل محمد صديق قال الحرب لم تبدأ. ليه؟ أو قال حربنا بدأت الآن. ليه؟ لأنه برهان كان بيعتبر إنه الحرب في نيالا ما بتهمه، الحرب في الجنينة ما بتهمه، الحرب في زالينجا ما بتهمه، الحرب في الجزيرة ما بتهمه، الحرب في الخرطوم ما بتهمه. لكن حينما وصلت الحرب إلى أسوار شندي وإلى أسوار الشمال هو قال الحرب بدأت الآن. أيها الفلاقنة تبا لكم، عليكم لعنة الله إنما حللتم. أي فلقناي تبا لك وتبا لأمثالك. أنت كما فلقناي يودوك يسوقوك يقتلوك. حارب دي مدور، السودان ده مدور، نيالا مشتعلة زالينجا الضعين الخرطوم، الناس يبور السودان في كسل، الناس خايفين. بعد ما مات محمد صديق ولادنا الصغير ده المشكوك ذاته في امره، هسه المسيريه بيقولوا ولدنا. المسيريه اهلنا المسيريه قالوا ده ولدنا، لكن امه من الجماعه ديل. وطبعا الرجل ينسب الى ابيه، النسب يؤخذ بالاب. فهسه الجماعه قالوا محمد صديق ذاته ولدنا، لانه انت عارفين محمد صديق ده تختلف تتفق معه. انا بالنسبه لي انا مش مات واي حاجه وبختلف معه، لكن والله انا بديه كلمه للتاريخ. زول على الاقل ارجل واحد فيكم، على الاقل شال سلاحه ومشى غشوه سووه وقال انا جاي لي، مشى قعد الجماعه وصلوه وقتل. على الاقل والله يا شكري محمد صديق ده ارجل منك. زنون محمد صديق ارجل منك. انت قاعد في كرري دي، لما ينضربوا الناس كرري مشيت تشفشف، اتلبت لما البرهان قال النفره طوالي شتت مشيت برا. محمد صديق ارجل منك. وجيب لي الخموم بتاعكم بشنب وبتاع الحيض والبيض كلكم بنو ناس محمد صديق ده ارجل منكم. على الاقل محمد صديق ده لبس كاكي ومشى الميدان. اسال الله ان يغفر له ويرحمه. انتوا ما عندكم رجاله، انتوا لو كنتوا رجال كان تبقوا تسجلوا موقف زيه. ولذلك انا داير اقوله في قضيه الحرب، في قضيه ما في حاجه اسمها مفاوضات، ما في حاجه اسمها سلام، في حاجه اسمها بلبس. نحن جاهزين للبل. بعد المليون جندي بتاعنا اللي قاعدين في الجزيره، عندنا مليون عسكري في الجزيره وعندنا 30,000 تاتشر الان موجودات في الجزيره. بعد تكمل ال 30,000 تاتشر وتكمل المليون جندي بتاعنا اللي قاعدين في الجزيره، عندنا مثلهم في دارفور وعندنا مثلهم في الوسط وعندنا مثلهم في الشمال. نحن بالمناسبه لما تيجي تتكلم عن تعداد السكان وتجيب دارفور وكردفان، نحن نمثل اكثر من 20 مليون وزياده، قرابه ال 25 مليون من سكان السودان. انت لو ما عارف المعلومه دي انا بديك لا لوجه الله. نحن في دارفور وكردفان نمثل 25% من سكان السودان. خليك ناس ام درمانات وناس ام بدات وناس الجخيس والجخيس والنطيط ده كله خليك. كان جيت جماعتنا كده نحن نمثل 30% من سكان السودان. قتلت مننا كم؟ سؤال، هتقتل مننا كم؟ فحربنا دي مستمره، لكن انه انتوا تمشوا تدقوا الناس المساكين في ما بعرف في قندهار، تدقوا الاطفال. الفيديو بتاع البنت المسكينه شفتوها امس في الفاشل، والله ابكتني هذه البنت، ابكتني. لانه انت مرات كيف عاجز. البنت دي حتى الناس اللي وقفوا فيها عاجزين، لا في مستشفى توديها له، لانه ضربوا المحطه بتاعت الوقود او الكهرباء، محطه الكهرباء ضربوها. ما في مستشفى، ما في مستشفى في ولايه زي ولايه شمال دارفور. في بوابتها بتاعت مليط في اليوم الواحد بتدخل 250 مليار جنيه سوداني. في الليله الواحده بتدخل 250 مليار. لا تملك مستشفى، ولا تملك شفخانه، ولا تملك مركز صحي.
ما حسرة؟ خليك من المدارس، خليك. والفلاجن الآن يقاتلوا يقاتلوا يقاتلوا، ما بعرف نحن، ما بعرف قبيلتنا شنو وبتاع. السودان ده لما يتأسس جاء المرة الجاية دي، أهم حاجة نحن لازم نقتل حاجة اسمها قبيلة دي، لازم نشيلها من القاموس، نخلي الناس سودانيين بس، عشان نشوفهم بيعتزوا بالسودان ولا بيعتزوا بقبيلتهم. الواحد تهين السودان ما بيجيب له خبر، السودان يتفرتك ما بيجيب له خبر، يتباع ما عنده خبر، لكن تقول له قبيلتك خلاص يربط صلبه ويجيك. الكيان، القبيلة، ما بعرف أهانوا قبيلتنا، القبيلة سنسأل لأنه قبيلتنا. شنو قبيلتك يعني؟ انت انت ما بتسأل للسودان، لكن بتسأل لقبيلتك. انت السودان كله يتحرق ما بيهمك. ناس قاعدين عارفينه كانوا داعمين الدعم السريع ده، بنلاقيهم في الشارع بل جاهزين اول ما الحرب مشت الفاجر. قالوا والله يا اخي لا لا ما دارين الفاجر. زمان كان بيجي يقول لنا بل بلوا الجنانه دي، بل بلوا المساليد بلون. والله بعرفهم انا، هسه كان لاقوني في الشارع بدنقر وشهم، بلون بلوا الجنانه دي حرر. سلام تحرير الجنينه. اول ما الحرب مشت الفاشر وتبلوا في الفاشر طوال يا زول قلبوا وش. تلقى الواحد صار وشه كده، يلاقيك كده صار وشه. القبيله والكيان وبتاع. يا اخي طز فيكم وطز في قبائلكم وطز في كيانكم كله. القبيله او اذا كانت الحاجات دي ما بتعلي القيمه بتاعت الوطن، انت ما في داعي ذاتك تعيش في وطن. الناس سموه وطن لشنو؟ الوطن ده الناس بيبنوه بشنو؟ بيبنوه بالقبليه؟ بيبنوه بالعنصريه حقتهم دي؟ تبا ليكم يا اخي. حاجه قبل الاخيره، الموقف العسكري. موقف العسكري تمام، بل في كل الاتجاهات، في الفاشر بل كتموتوا، تقدم في كل المحاور. الناس فازين، اول حاجه ذخيره ما عندهم، تشويه ما عندهم، موقفهم سيء جدا. مهم الفاشر دي، انا زي ما قلت في حاجات كثيره الان انه الناس ما يتكلموا في الاعلام ما يعمل، لكن الفاشر بل الدار تعرف البل. شوف مناوي، انا بس اديك شاهد واحد. امبارح مناوي كتب له تغريده فيها 10 اخطاء املائيه، 10 اخطاء املائيه في التغريده كلها 5 سطور. اما من السياق اللغوي والتركيب حدث ولا حرج. انا بعذره طبعا لانه ما لغته يعني، لكن ما كالعاده، هو كالعاده مناوي لما يكتب بيكتب، لكن بيكتب بيكون قاعد يكتبها وهو قاعد في الحمام، ما بكون جاو يسال طبعا. مناوي المجتمع الدولي الذي يحدث في الفاشل جريمه حرب، نرجو تدخل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي الكلام ده قالوا قدامك منو؟ ما قالوا ناس الجنينه. ما بتفهموا يا اخي. اجتهدنا قلنا نطوركم، اجتهدنا قلنا نخليكم تفهموا الواقع، اجتهدنا انه نجنب الفاشل. يشهد الله ذلك، يشهد الله ذلك. طلعتونا قلتوا نحن ما بعرف، طلعتونا ما بعرف نحن فلاقنا بتاعين شنو، طلعتونا نحن ما بعرف شنو، وانتوا ذاتكم ما رجال، وانتوا كالرجال تعالوا الفاشل. هسه مناوي قاعد يقول والله الذي يحدث في الفاشل جريمه. جريمه؟ طيب لما كانت الجنينه بتقول كده مالك سكتها؟ مالك ما جيت دافعت عنها؟ عشان كده انا داير اقول لك حاكم اقليم كامل، حاكم اقليم كامل. الجنينه تسقط ما يفتح خشمه، نياله ما يفتح خشمه، لانه الجنينه ما فيها اهله، او اهله قله هناك. زالينجا ما فيها اهله، نياله اهله ما في، الضعيم ما في. لكن حاكم الاقليم ده لما الحرب مشت الفاشل دق جرس وب وعمله. يا لغبائك، ما انت زول غبي، انت زول ما انا ما بعرفك، ما بتفهم لغه عربيه، نتكلم معاك ما بنفهم لغتك طبعا عشان نتكلم معاك بلغتك يعني. لكن انت زول ما بتفهم دي حاجه تانية. مشيت اشعلت الحرب وسويت الحرب وجاي تبكي. الامم المتحده الحقونا. يلحقوك منو؟
اخويا الامم المتحده دي خليها تتكلم ساكت، نحن فاجر دي نقشها وننظفها بعدين بتجينا الامم المتحده. ما خلاص هسه الجنينه بقى سياسه امر واقع ونيالا والخرطوم والجزيره، ما الناس جاتت كده الجزيره اغتصبتونا وسويتوا لنا. الدعم السريع عمل لنا، الدعم السريع سووا لنا، والله عملوا لي بنا كذب ساكت. هسه البيك البكيتو في الجزيره ده المجتمع الدولي سوى لك شنو؟ هو المجتمع الدولي ذاته عنده لك شنو؟ سؤال عنده لك شنو؟ يا اخي ناس ندين ونجدب دل خليه يدين ويجدب وساكت. كان لي قانون، قانون تعال الارض تحت نوريك القانون، وفي الارض تحت القانون داير القانون في الارض. تعال نوريك نحن في الجزيره عملنا شنو، تعال نوريك في بقيه الولايات عملنا شنو. فانا داير اقوله البكي بتاع مناوي ده الجرس حقته والجرس ما خلاص قضي الامر. ومناوي الان هسه بيتكلم معاكم، بيتصل الامير ما برد له، بيتصل عبد الرحيم ده قالوا ما برد له، وسط اولادنا الان وسطوا عبد الله شغب، وسطوا منه قالوا الحرب تقيف. اللي بيعجبني فيهم بيتصلوا عبد الله شغب بيقول له الحرب، بيقول له حلف البل، حلف البل. ما في حاجه اسمها حرب تقيف، بل بس بل 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 تعرفوا البل. قال شنو؟ قال والله نحن دارين حرب، والله نحن دارين ممرات انسانيه، والله الوضع الانساني وضع الانساني. هسه الليله انا بسالك حي السلام وحي الوحده الحاصل فيهم شنو؟ هجرتوا اهلكم وقعدتوا؟ نزحتوا اهلكم وقعدتوا؟ مشيتوا فتحتوا معسكرات نزوح جديده؟ ليه؟ عشان شنو؟ هل الحرب ضدكم؟ هل في زوج قال والله نحن ضدكم كمكونات اجتماعيه؟ هل الزوج قال الفاشر دي دارينا؟ ما براكم مشيتوا يا فلاقنا. ما اصل الزول لما يكون فلقراي ما بكون عنده مخ. مشيتوا براكم اتشبرتوا، احنا ونحن وسنفعل. ما تبكوا هسه، ما تبكوا هاي، ما تبكوا. اخواننا في الفاشر طق نظيف، طقون طق نظيف، سلمونا نظيف. الفاشر دي دارينا نظيف. فلنقاي ما دارينه في الفاشر نحن. فلنقاي شيل عفشك امشي عيش في شندي. مش انت فلنقاي ودافعت عن دوله 56، خليك دوله 56 تجازيك تعمل لك بيت في شندي. خليه يسكنوك في الشمال، خليه يسكنوك في نهر النيل. امشي لو قبلوا بيك. انا يا اخي البرهان شفته خش المستشفى، يا اخي استخسر انه يصافحكم. والله الفيديو ده مستفز استفزاز. يا اخي الرجل مشى للجرحى بتاع الحركات المسلحه. يا اخي لما مشى البراء بتاع الارهاب ده حضنوا وباسوا، وحضنوا من تحت وحضنوا من فوق وباسوا بتاع البراء، والنساوين زغرته ما داك ولده. لكن والله البرهان لما خش المستشفى ما صافح اولاد الحركات المسلحه، لانه هو يرى ان يده لا يمكن ان تتسخ بيد هؤلاء الاوباش. يا اخي انتوا عليك اللي عندكم كرامه؟ انتوا لو عندكم كرامه الزول يجي الصفيح ما يصافحكم؟ يده ما يجي يسلم عليكم؟ انتوا قاعدين ديل بعد دخلون عليه مضض بعد ما ضربوا ذخيره وعملوا وسووا، لكن الفلنقلاي فلنقاي يعني. نسوي لكم شنو؟ نجيب لكم تاني من وين؟ ما في. هسه السيد الامير ذاته كان قال داري يوقف شغل الفاجر ده تاني، ما بقدر بوقفه. عبد الرحيم ذاته كان اتصلت له بيقول لك الموضوع ما في يدي. اخوي الدعم السريع ده منظومه متكامله، منظومه الناس اللي قاعدين في الميدان ديت ذاته هم عندنا القرار وبقولوا. هسه انا ذاتي كان قلت له ارجع من الفجر تاني بقول لي ربيع انت ذاتك زول فلنقاي ساكت اسكت ما تتكلم. والله وزمان لما قلنا ما تمشوا الفاجر كانوا بيخشوا عليه في الخاص بيقول لي كلامك ده ما صح. قاعد اقول لهم يا اخواننا انتوا اشتغلوا شغلكم العسكري وخلونا احنا نشتغل شغلنا سياسي. لكن في النهايه طلعوا ما افهم مننا، لقيناهم افهم مننا، سابقيننا ذاته بسلاحهم قاعدين في الميدان سابقيننا. فعشان كده هوي بل فاجر دي خلوها بابا نوسة ما بعرف شندي ما بعرف كري ده كله خلوه سنار كل الحمد لله الامور كلها تمام. ذاك كله فضل من الله، نحن بس ندعو الله سبحانه وتعالى، بس ما عندنا اي شيء ثاني. لا معانا امريكا لا معانا روسيا ولا عندنا اتفاقيه لزول ولا عندنا شاطئ ندي لزول ولا عندنا ارض نديها لزول. سامعين الكلام ده ولا ما سامعين؟ نحن لا عندنا زول نمشي نقول لك تعال نديك ارض ولا نديك بحر ولا نديك شاطئ. نحن عندنا
الله سبحانه وتعالى ده. ومن يتوكل على الله فحسبه إن الله بالغ أمره. بس نقطة سطر جديد. نحن وكيلنا وحسيبنا المعتمدين على الله. انت زول معتمد على الله تاني داير شنو بروسيا وداير شنو بامريكا؟ يا امريكا جابت قوتها من وين؟ وروسيا جابت، والعالم ده كله جاب قوته من وين؟ بيستميت قوته من وين؟ احنا قوتنا من عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا اطمن الناس في القضايا، بس التفاصيل ما كويسه اليومين دي، التفاصيل في العمليات ما كويسه، بيشوفوها براكم في الارض. الضربه بتاعت غندهار دي يسموها شنو؟ جراج، الحته بتاعت تصليح سيارات، وجو ضربوها. اغلب الناس اللي ماتوا فيها دي الناس مدنيين ما عندهم علاقه بالدعم السريع، في جزء منهم قليل دعم سريع، لكن غالبيه الناس اللي كانوا هناك بيصلحوا عرباتهم الناس مواطنين يعني، وكل الناس اللي قاعدين في ام درمان ولا قاعدين في قندهار بيعرفوا القصه دي. حاجه الاخيره وانا داير اختم بها وهجي اتكلم عنها في يوم تاني، المؤتمر اللي قاعدين يعملوه في اديس ابابا. اول حاجه المؤتمر ده استبعدوا منه كل الفئات اللي بيعتبروها حواضن للدعم السريع، اشتغلوا شغل ممنهج ضد الرعاة والمزارعين والرحل، والأسوأ من كده مشوا جابوا ناسهم. بس أنا ما قلت لك هم غيروا قميصهم، كانوا لابسين قميص أحمر لبسوا قميص أصفر، كانوا بيسموا نفسهم قحاحيط، الاسم ما عجبهم قاموا سموا نفسهم تقدم. ونفس المجموعات في ناس اتصلوا لهم قالوا والله نحن دايرين انكم تجوا المؤتمر، طبعا ديل الناس اللي هم ما ناسهم. انا اتصل علي كم شخص قال لي تجي المؤتمر لكن على نفقتك، يعني تجي بتذكرتك وتجي تحجز الهوتيل بتاعك براه ونحن نرسل لك انفيتيشن تجي تحضر المؤتمر. اما ناس اللي هم جابوا كل ناس وحواضنهم ومشوا جابوا ناس واستبعدوا المزارعين، استبعدوا الرعاة، الناس بتاع المعسكرات النازحين. وده معسكر وده مؤتمر بينتج دولة 56. انا بالنسبه لي ولا عندي فيه اي حاجه، ده ما بمثلنا نحن ولا عنده علاقه بالشعب السوداني. يا اخي يعملوا في اديس يعملوا في زفطتي ما بيهمنا. نحن لما نجي نقرر حق الشعب السوداني ما بيقرر في اديس ابابا، حق الشعب السوداني يقرروا الناس اللي قاعدين جوا الشعب السوداني، اللي قاعدين في ارضهم، ناس دارفور يقرروا مصيرهم، ناس الجزيره دايرين شكل الحكم، الناس دول كله ناس اقليم يناقشوا، ولما تنتهي الحرب هنجي نعمل مؤتمر بتاع مائده مستديره في قلب الخرطوم، في قلب الخرطوم، او ممكن نعمله في الشمال، ممكن نعمله في الوسط، ممكن نعمله في الغرب، نتفق عليه. مؤتمر يجي يجمع كل الناس، يجمع الرعاة، المزارعين، الرحل، ناس اللي قاعدين في معسكرات النزوح، ناس الخرطوم، السياسيين، يجمع كل الناس. اللي بيحصل ده هو بلطجة سياسية. ما أنا قلت لك هي دولة 56 مفتكران إن إحنا أغبياء، ما هم نفس الناس اللي بيقولوا لا للحرب الآن، اللي بيقول لك وقفوا الحرب ونحن دايرين سلام، هم نفس الناس بيتكلموا بهنا وبيمشي بيعدوا بهناك إنه والله يا إخواننا أنتوا وقفوا الحرب والدعم السريع والجيش يخرجوا. الان نفس الناس دي الليله عندهم مؤتمر قاعدين في اديس ابابا قاعدين يهتفوا يقولوا الجنجويد الحل. منو قال لكم دعم سريع جنجويد؟ اولاد الكلب. والله العظيم زول يفتح بلعته يقول دعم سريع جنجويد والله تاني ما يجي الخرطوم دي. انتوا بتلعبوا ولا شنو؟ يا زول انا كلامي واضح، كلام ده شوفوا ده كلام ده مسني انا ما عندي شغله الدعم سريع يقبل وما يقبل ودي حاجه ثانيه، ده كلامي انا وده رهيب اقوله. نحن قاعدين نموت ونقاتل في البلد دي عشان نحررها، تيجي تقول الناس جنجويد يا كلب. انت كالراجل بدل تقعد في اديس ابابا وشيل سلاحك انزل الميدان. خالد السلك ده زول ما شاء الله صحته كويسه وما بعرف عرمان، وكلكم قبل كده عاملين فيها بتاع امارة، شيلوا سلاحكم تعالوا حرروا، امشوا حرروا المهندسين، امشوا حرروا شندي، حرروا مروي، حرروا بابا نوسه، حرروا لكم فرقه، حرروا لكم مناطق، بعدين تعالوا نتكلم عنها. يا اخوي هوي انا كلامي واضح برا، يعجبك يعجبك ما يعجبك تدوق راسك في الحيطه. الاستهبال السياسي ده زمن انتهى زماني. انا ما بمنع زول اقول له والله ما تيجي تقعد تعمل اعمل مؤتمرك زي ما دار تعمل، ان شاء الله تجيب لك 600 نفر 1000 نفر بيمثل، لكن ما تمثلوني انا، ولا انت مخول انك تتكلم باسم الشعب السوداني. انت تتكلم عن نفسك، قول انا والله امثل نفسي،
انا تنظيم اسمي قحاطه، اسمي تقدم، اسمي حزب الامه، اسمي مؤتمر سوداني، انت تمثل نفسك، من حقك تتكلم، لكن ما تتكلم باسم الشعب السوداني. اوعى تفتح بلعتك تتكلم باسم الشعب السوداني، وما في زول تاني يفتح بلعته يقول جنجويد. شنو الجنجويد يتحل والجنجويد يام؟ انت من ذاتك عشان تتكلم انت جنجويد؟ انت الكلب القاعد الان في اديس ابابا ما طلعوك الجنجويد ده. انت يا خالد سيلو وياسر عرمان اوريك رحلتكم طلعتوا كيف. انا بجي بقول عليكم المره الجايه، اوريك الاولاد طلعت كيف. انت طلعوك من الخرطوم دي كيف ما طلعك الدعم السريع يا كلب. واحد فيكم زي اخته ذاته يرجف كده، ما بعرف يرجفوا كده. والله الشباب بيحكوا لي بس خليها خليها جايين الليله تتفرعنوا وتقولوا ديل ما بعرف ديل جنجويد، وما بعرف ديل ما بمثلوا، وديل نحن دارين. انت منو؟ انت اخوي حارب دي اخوي، نحن داوسنا فيها ومتنا فيها، انا اسلمها لك انت. انت منو؟ نحن اهلنا القتلوا ديل عشان تجي تحكمنا انت؟ انت منو؟ ما انت سبب الحرب دي ذاتك. مجموعه بتاعت بلطجيه صحاليك ساكت ما بمثلوا الا نفسهم. يقولوا الدارين يقولوا، لكن قراراتهم دي بعد ينتهوا منها نقول لهم بالله اشربوا ميتها. والله نحن احياء كده اقسم بالله، ما في زول تاني بيجي بيسرق عرق الناس، ما في زول تاني بيجي بيسرق دماء الناس، ما في زول بيسرق تضحيات الناس. لو في زول ضحى اكثر منها في المشروع ده اللي يتقدم، اذا في زول جاهد في المشروع ده اكثر مننا ذاك الميدان خليه يتقدم. بلاش استهبال معاكم. نحن نطلعكم بالباب يا بتاع 56 تجونا بالشباك. نحن ندروشكم تطلعوا بالباب، تمشي ترسلوا لنا امجد فريد وتجيبوا لي ما بعرف ود منو ود منو. يا اخي نحن هسه قاعدين تجي يقول لي والله ود السيد الصادق المهدي ودود مولانا المرغني. طيب نحن متنا عشان شنو؟ ما كان نخليها يحكمونا اولاد مرغني وما بعرف اولاد زفت الطين واولاد فاروق كدوده واولاد ما بعرف منو زفت ده منو ده. شنو الوسخ اللي بتعمل فيه ده؟ هذول ايه؟ انا الدار اقوله في ختام الكلام، خلوني يقولوا الدارين يعملوا، وانا المؤتمر ده هاجي اتكلم عنه لانه ده استهبال سياسي. وين ناس الهامش؟ وين ناس النيل الازرق؟ وين ناس دارفور؟ وين ناس كردفان؟ وين ناس الجزيره؟ وين ناس الوسط؟ جايين انتوا جايبين لي ترميز تضليلي. قال ما بعرف، نحن ذاتنا عندنا فلاجن. انا قاعد اقول لهم عندنا اثنين من الفلاجنه، فلاجنه المؤتمر الوطني ديل انا بالنسبه لي اخف ضررا من ديلك. ليه؟ لانه ده انت عارفه خلاص انكشف بقى فلنجاي تاني ما بيجيك، بتلاقيه في الميدان بتدقه يا اسرته. لكن فلاجنتنا اللي بيتبعوا السياسيين ديل الماشيين يتمسحوا ليه ورا مريم الصادق ودارين يتمسحوا ورا عروه ما بعرف وحزب الامه وحزب المؤتمر السوداني، فلاجنا ديل اشد خطرا. انتوا ما سووا حقكم براكم. الهادي ادريس انت ليه ما تلقى قايد؟ سليمان صندل انت ماشي ده عشان تبقى ورا ياسر عرمان، ليه ما تبقى قايد؟ ما تجي تبقى ليدر، تبقى قايد تقود السودان انت. انتوا زاكم ما فلاقنا هسه، انتوا فريقكم شنو؟ ما انتوا ديلك فلاقنا تبع الكيزان وديل فلاقنا تبع اذناب الكيزان. انا اخليه ديلك لانه انا اخليه الفيل من ضرب الفيل. فما بمثلوني انا نهائي، ولا بمثل الشعب السوداني ولا مؤتمر ده. انا بالنسبه لي ما بيعنيني في شيء، والناس ما تقعد ده معي يا اخي. في اطار الحريه والديمقراطيه من حق اي زول يقول الدار يقوله، ما دي ديمقراطيه ومن حق الناس تقول رايها. انا ما بحجر على زول، لكن ما بمثلوني ولا بمثلوا الشعب السوداني ولا بمثلوا اهلنا ولا بمثلوا دمانا ولا بمثلوا شهدائنا. نحن النظام القادم ده سيتشكل من رحم الشهداء واهل الشهداء وحواضننا الاجتماعيه ضحت وقدمت من رحم الشعب السوداني الصبر وقعد في الارض تحت لحد ما تحقق النصر. التشكيله القادمه السياسي ده بيشكلوا ناس المكب وشوتال، ناس البيشي، ناس كيكل، ناس الجزيره، ناس الشمال، الناس اللي وقفوا مواقف مشرفه، ناس الوسط، ناس الغرب. ديل اهل السودان اللي بيشكلوا الناس اللي دافعوا عن قضيتهم. انت تجري تمشي تقضيها لي في الفنادق، نايم في الفنادق، تشرب في البيره الساقطه ومرطب وتقعد تنظر. نحن والله خلاص الحرب دي تقف سلمونا البلد وامشوا. انتوا جنجويت نرجعكم. قال تمشي الحدود. انا يوم بناقش لي مع واحد قال شنو؟ قال والله الحرب دي تقف حميتي ده يسوق ناس يمشي الحدود. والله وزول قيادي كبير يعني.
حميتي الحرب تنتهي يسوق اولاده ده ويمشي الحدود يحرس لنا الحدود يسلمنا نحن الحكومه. يسلمكم انتوا الحكومه يا اولاد الكلب. انتوا ما تبقوا رجال تجوا تقاتلوا في الميدان ده. الليله البيشي ده قاتل، والليله بكره تجي حكومه هو اللي بيمثل الوسط، هو اللي بيمثل الجزيره. انا اقدر اقول للبيشي لا انت ما بتمثل الجزيره؟ انا اقدر اقول للبيشي انت ما بتمثل سنار؟ انا اقدر اقول للمك ابو شوتال انت ما بتمثل النيل الازرق؟ انا اقدر اقول مثلا لاخونا عبد الله شغب ولا كل قيادات ولا الناس اللي قاتلوا وشالوا سلاح اقول لهم انتوا قاتلوا يا المك ابو شوتال ويا البيشي ويا كيكل، حرروا لنا البلد. بعد ما تحرروا لنا البلد امشوا الحدود. انتوا امشوا الحدود. خلونا نحن الافنديه اللي كنا قاعدين نشرب البيره الساقطه في عديس ونعاقر الخمره والنساء نجي نحكم. اولاد الكلب تعالوا احكموا. تعالوا احكموا. عشان بعد نبل الفلول نبل لكم انتوا ذاتكم. واي زول قال كلامه قاعد نحاسبك بكلامك ده. عشان ما تدعي لي الثوريه، ما تدعي لي انك انا والله ما بعرف كنت داعم. انت داعم منه؟ تطلع تقول الدعم السريع اغتصب والدعم السريع ما اغتصب؟ تطلع تقول قالوا عديل نحن لن ندين الجيش. انا والله حاورت مع ناس منهم. انتوا ليه ما دارين تدينوا الجيش؟ قال والله نحن ما بندين الجيش لانه لو ادينا الجيش سندي مسوق قانوني. نحن لو ادينا الجيش او قلنا الجيش فعل كده نحن نقول على استحياء، لكن ما بندين الجيش لانه لو ادينا الجيش سندي مسوق قانوني، لكن سندين الدعم السريع. ليه؟ لانه هو دار ينتهي من الدعم السريع ويخلي الجيش قاعد. لانه هو فكرته انه الجيش ده بمثله هو، لانه ضباطه والناس اللي قاعدين ديل هم كلهم انا بالنسبه لي كلهم حاجه واحده. كلهم كان بيجا قاعد في الجيش، كان بيجا قاعد في حزب الامه، كان بيجا في اتحادي، كان بيجا مؤتمر سوداني. ده رايي بقوله عشان ما انتم ما تعتبرونا نحن مغفلين ونحن اغبياء ونجي اي والله السيد الامير ده مسكين يجي يمشيكم ويرحكون بهنا وبتاع، لكن هو شغل ده بعدين لما نجي في الحق اصحابه بيحرسوه. نقطه صدر جديد. والله نحرسها بتاتشيراتنا دي، نحرسها ببنادقنا، نحرسها بدمانا، نحرسها باشلالنا، نحرسها. اولاد الكلب الدار يحكم، انت دار تحكم امشي صندوق الانتخابات. ما عندك صندوق انتخابات اركب تاتشيراتك وتعال حارب في الخرطوم. يا اما تشيل سلاحك وتجي تقاتل زي الرجال. 30 سنه قاعدين ترضعوا في صدر الانغازي. كلكم مجرمين وكلكم شاركتوا الانغاز دي وكلكم قعدتوا فيها وكلكم دعمتوها وكلكم كنتوا ضد سقوطها. والليله كلكم بتدعموا الجيش، لكن تبادل ادوار. فلان انت خليك كده على حياه مع الدعم السريع، وفلان انت ادعم كده، وفلان احنا ما بنفهمكم. جايين الليله تقول لي نحن نمثل. تمثل منه؟ انت والله ما تمثل الا نفسك. انا اسال الله ان ربنا يحفظ البلد لحد ما نتلاقى.